السلام عليكم. إمبراطورية التاريخ كله يشهد لها إنها من أقوى الإمبراطوريات اللي ظهرت على وش الأرض. بدأت من شواطئ اليونان وامتدت وسيطرت لحد نهر السند في الهند. كان عندهم جيش أسطوري اسمه إمورتالز، جيش الخالدون. جيش ما بيموتش وما بينقصش وعددهم دايما ثابت 10,000 جندي. كان فيها حاكم الإغريق قالوا عليه الفيلسوف المحارب. اليهود في كتبهم المقدسة قالوا عنه المسيح المختار. أما الفرس قالك ده هو اللي بدأ كل حاجة. في الحلقة دي هنحكي عن كورش الكبير اللي النتن كان بيجيب في سيرته من أسبوعين كده، شوية من حكاويه إزاي قدر يدخل مدينة بابل العظيمة من غير حرب، ولغى العبودية وفتح المعابد لكل الناس. هنتكلم عن أول عملة موحدة في العالم، أول شبكة مخابرات منظمة عرفها التاريخ، وأول طريق سريع يقدر يربط قارة كاملة. والأهم من كل ده هنشوف إزاي إمبراطورية واحدة قدرت تحتوي أكتر من 23 حضارة مختلفة وتخليهم يعيشوا سوا في سلام، من غير بقى ما تجبر حد إن هو يغير دينه أو لغته أو حتى لبسه. أهلا بيكو في إستوريتو. اسمي إسلام، والنهاردة هنتكلم عن بداية واحدة من أعظم الحضارات اللي غيرت شكل العالم كله. يلا بينا نبدأ. إيران عاملة زي ما تكون مسرح جغرافي ضخم موجود في قلب آسيا بين الشرق والغرب، كأنها بوابة الاتنين. أرض فيها جبال عالية زي زاجروس في الغرب، وصحراء فاضية تماما زي صحراء لوط في الجنوب الشرقي. بينهم هتلاقي وديان عميقة وكمان جبال تانية زي مثلا جبال البرز اللي بتفصل ما بين بحر قزوين في الشمال والخليج العربي في الجنوب. وكانت دايما زي المعبر أو الكوبري لحضارات كتيرة. هجرات وقوافل عدت، جيوش حاربت، وعادات وتقاليد من حتت كتير مختلفة اتجمعت، وده هو السبب الرئيسي في التنوع العرقي والثقافي اللي بتشوفه وانت بتتعرف على تاريخ إيران. كل حضارة سابت بصمتها، لكن الهضبة نفسها كانت دايما موجودة مستنية الحكاية الجديدة تبدأ. الأدلة الأثرية بتقول إن أول ناس قرروا يعيشوا بشكل مستقر على الهضبة الإيرانية كانوا موجودين من حوالي 8000 ل 7000 سنة قبل الميلاد. من بين الأدلة دي هتلاقي مثلا موقع اسمه كانك درع، ده واحد من أقدم الأماكن اللي لسه سايبة أثرها لحد النهاردة. بس الأقدم منه في مكان تاني اسمه كشف رود. المكان ده تاريخه بيرجع للعصر الحجري القديم. وده معناه ببساطة إن إيران كانت أصل من الأصول، ومن أوائل الأماكن اللي ظهر فيها البشر وابتدوا إن هم يعيشوا ويطوروا حياتهم، مش بس مجرد محطة بتعدي عليها الحضارات المختلفة. في موقع كانش دارا ده مثلا العلماء اكتشفوا أقدم دليل على تربية وتدجين المعيز في العالم كله، من أكتر من 8000 سنة قبل الميلاد. تخيل الناس دي كانت عايشة على ارتفاع 1400 متر فوق سطح البحر، طول الوقت بتتنقل ما بين الوديان والجبال على حسب الموسم. بس بالرغم من كده ابتدوا ان هم يربوا الحيوانات، وعرفوا ازاي ان هم يبنوا حياة مستقرة. في موقع تاني اسمه تل سراب، ده هتلاقي فيه بقى شغل فني. الحاجات دي عمرها بيوصل ل 7000 سنة، عبارة عن تماثيل معمولة من الطين لبشر وحيوانات. ممكن كمان تلاقي تمثال لخنزير بري، تمثال لإلهة الخصوبة. الحاجات دي كلها موجودة النهاردة في المتحف الوطني الإيراني. لو رحت مكان اسمه تبة فليكي في منطقة مازندران، هتلاقي فخار معمول بشكل يخليك تقول ده شغل يا باشا، صناعية فاهمين هما بيعملوا ايه. واضح ان كان في تقسيم للشغل، وكمان كان في نظام اقتصادي واضح. مش بس كده، لا ده كمان كان في تجارة، وتجارة على مستوى عابر القارات. من اشهر الحاجات اللي كانوا بيتاجروا فيها حجر اسمه الاوبسيديان. ده عبارة عن زجاج بركاني طبيعي بيتكون لما الحمم البركانية بتبرد بسرعة. لونه اسود وشكله حلو، وبيتكسر بطريقة تخليه يتحول لسكاكين، ممكن مرايات او يتعمل منه رؤوس للسهام. كان حاد جدا وكان بيعتبر احسن معدن الناس عرفته وقتها. الاوبسيديان ده كان بيعتبر هو الذهب الاسود في الزمن ده. فايدته كبيرة، شكله فخم كده وحلو، وندرته خلت الناس تتجنن عليه. كان بيتجاب من تركيا ويتسافر بيه لحد إيران، مسافة أكتر من 1000 كيلو متر. بس 1000 كيلو متر ده كتير جدا، إزاي قدروا يسافروا المسافة دي كلها في الوقت ده؟ بص يا سيدي، الموضوع ما كانش معتمد بالظبط على التجار اللي بيلفوا من بلد لبلد. الحركة دي كانت بتتم عن طريق داون ذا لاين اكسشينج، أو التبادل المتسلسل، اللي هو من الآخر الحجر بيتنقل من قرية لقرية ومن شخص لشخص. كل منطقة كده تاخد حتة وتسلم حتة للي بعدها. النظام ده خلى آلاف من الناس يشاركوا في شبكة تجارية ضخمة. وده يوضح لك ان البشر من آلاف السنين كان عندهم القدرة ان هم يعرفوا يتعاونوا مع بعض، ويقدروا كمان يربطوا العالم كله ببعضه. كمان لما تلاقي انواع فخار واحدة موجودة في اماكن مختلفة وبعيدة عن بعض، تعرف على طول ان المنطقة دي ما كانتش معزولة. دي كانت جزء من شبكة بيحصل فيها تفاعل اقتصادي وثقافي كبير جدا. في افكار رايحة جاية، في ناس بتنقل
وبتنقل الحرف من مكان للتاني، وكل الكلام ده من آلاف السنين. في وقت كان في بشر كتير في حتت كتير في العالم كانت لسه بتتعلم الزراعة والمعيشة المستقرة، كانت حضارة تانية بتتشكل على الهضبة الإيرانية اسمها الحضارة العيلامية. بدأت سنة 3400 قبل الميلاد، وظهرت المراكز الكبيرة بتاعتها في مدن شوشان وأنشان أو سوسة ومليان. وشوف، لما تبقى واقف على خط التجارة اللي بيربطك بين بلاد الرافدين من ناحية وبين وادي السند وآسيا الصغرى من ناحية تانية، يبقى طبيعي جدا إنك تكون مهم. وده بالظبط اللي حصل مع العلاميين. وجودهم في المنطقة دي خلاهم مركز تجاري وثقافي مهم جدا، وخلى الحضارة دي كمان تعرف وتقدر تتفاعل مع حضارات كتيرة من اللي حواليها. بس أكتر حاجة ممكن تكون غريبة ومثيرة شوية في الحضارة دي كانت الكتابة. الإعلاميين طوروا أنظمة كتابة غريبة ومحدش في العالم كله استخدمها غيرهم. زي مثلا العيلامية الأولى، دي كانت أقدم كتابة ظهرت في إيران. ومثلا الإعلامية الخطية، ودي اتفكت شفرتها من قريب بعد ما فضلت سنين محدش فاهم منها حاجة. وأخيرا الإعلامية المسمارية، ودي كانت مكتوبة بالنظام المسماري بس بلغتهم هم. الكتابة دي أصلها سومري وانتشرت بشكل كبير في بلاد ما بين النهرين وأماكن تانية. الإعلاميين بقى عرفوا إن هم يستغلوا النظام ده وعدلوه علشان يكتبوا بيه لغتهم الخاصة. والخط ده استمر لفترة أطول بكتير من كل الكتابات اللي كتبوا بيها تانية. في حوالي 1700 لوح تيني من الكتابات دي موجودة في شوشان بس. كمان في ألواح تانية اتلاقت في شمال إيران، وده بيوضح لك طبعا إن الموضوع ما كانش موجود مثلا في مكان واحد، لا ده كان نظام منتشر في أكتر من مكان وأكتر من مدينة. بس على الرغم من التقدم اللي العلماء وصلوا له في فك رموزها، لسه في حاجات كتير مش مفهومة، أجزاء كتيرة غامضة. وده بيخلي جزء كبير من تاريخهم الداخلي زي كتاب مفتوح بس مكتوب بشفرات محدش عارف يفهمها. الإعلاميين كمان ما كانوش ناس قاعدة في حالهم، بالعكس كانوا بيلعبوا دور سياسي وعسكري كبير جدا في المنطقة. تخيل إن أول حرب مسجلة في التاريخ كانت سنة 2700 قبل الميلاد بين ملك كيش السومري وبين مملكة عيلام. كان عندهم ملك اسمه شوترك نخونتا، ده كان واحد من أشهر الملوك. والراجل ده مش بس قدر يوسع حدود مملكته، لأ ده غزا بلاد الرافدين كلها تقريبا. وصل لغرب إيران وموقفش كمان عند كده، دخل بابل قشط منها شوية تماثيل وعبى وودع العيلام. انت طبعا فاهم المقصود ببلاد ما بين النهرين. النهرين هم نهر دجلة ونهر الفرات. والمنطقة دي طبعا موجودة دلوقتي بشكل كبير في العراق، أجزاء من سوريا، أجزاء من تركيا، وأجزاء من إيران. الحضارة الإعلامية كمان ما كانتش دايما هي اللي بتأتاك أو هي اللي بتروح تغزو المناطق التانية. ساعات كانت ممكن تعمل تحالفات، ساعات تلعب بقى سياسة. بس كانت قوة في المنطقة، أي حد بيتحرك لازم يحسب حسابهم. على الرغم من الآثار القليلة اللي اتبقت منها، بس اللغة الإعلامية نفسها كانت واحدة من اللغات الرسمية اللي اتكتبت بيها نقوش داريوس الكبير اللي هنتكلم عنه دلوقتي، واللي هي واحدة من أهم نقوش التاريخ الفارسي. على ما بنوصل لبداية الألفية التانية قبل الميلاد، يعني حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، الهضبة الإيرانية كانت عايشة في هدوء خالص. الحضارات القديمة زي الإعلاميين كانوا عايشين مستقرين، يعني تقدر تقول الجو هادي خالص والدنيا هص هص. وفجأة هوب، كرسي في القلوب. بدأت قبائل كتيرة بأعداد كبيرة تهاجر من مكانها الأصلي. القبائل دول اللي هم الهندو أوروبيين، دي قبائل كانت مميزة، ومنها كمان خرجت فروع هتغير التاريخ في المنطقة. بالذات الميديين اللي كانوا بيسموا نفسهم مدها، والفرس اللي كانوا بيسموا نفسهم البارسا. دول كانوا جزء صغير من حركة هجرة أكبر بكتير، بدأت من السهوب الكبيرة الموجودة في آسيا الوسطى وراحت ناحية إيران. والهجرة دي كانت لقبائل بتدور على أرض أحسن، وكمان جابوا معاهم حاجات كتيرة غيرت الحياة تماما. زي ايه مثلا؟ لغات جديدة، لغات من عائلة الهند أوروبية واللي هتكون هي الأساس للغة الفارسية القديمة والجديدة. تقاليد وثقافات مختلفة، عادات بقى وطقوس، فكر جديد هيتفاعل مع الثقافات والعادات اللي موجودة في إيران أصلا علشان يطلع لك بقى بحاجة جديدة. تالت وأهم حاجة جابوها معاهم هي التكنولوجيا. الناس دي كانوا رواد في تربية الخيول، وأهم من كده كان معاهم عربيات حربية. انت بتتكلم في أداة عسكرية ثورية جدا وقتها، قدرت تغير مفاهيم الحروب والسيطرة بالكامل. بس رحلة الناس دي ما كانتش عشوائية تماما، كان ليها أصول وأصول عميقة بترجع لثقافة اسمها سنتاتشا. دي ظهرت ما بين 2200 و 1900 قبل الميلاد في الصهوب الروسية، وبالذات في منطقة جبال الأورال الجنوبية.
الثقافة دي كانت عبقرية بمعنى الكلمة، قدرت إن هي تطور أول عربية حربية في التاريخ، ودي طبعا كانت بتعتبر نقلة نوعية. أنت مش بتتكلم في مجرد عربية بتجرها خيل، أنت يا باشا بتتكلم في آلة حرب سريعة ومدمرة. كمان كانوا متقدمين جدا في تعدين النحاس، صناعة البرونز، وده كان بيوفر لهم أسلحة وأدوات أقوى. بعد الحضارة دي ظهرت ثقافة تانية اسمها أندرو نوفو، ودي كانت انتشرت في حتت أوسع بكتير، امتدت من جنوب الأورال لحد نهر ينسي الموجود في سيبيريا، ونزلت في الجنوب لدول زي طاجكستان وأوزبكستان. ومن قلب الثقافة بتاعت أندرو نوفو دي بدأت حكاية الآريين، اللي بدأوا إن هم يتحركوا على الهضبة الإيرانية ومعاهم كل التطورات دي. وهنا لازم نقف سيكا. مهم جدا ان احنا نعرف ان وصول الاريين ما كانش بس فكرة ان هم جايين عشان يدمروا كل اللي كان موجود. الموضوع ده تم على فترات طويلة، فكان في زي تفاعل بين الناس اللي جايين واللي تقدر تقول سكان الارض الاصليين. علشان كده ده عمل مزيج غني جدا من الثقافة والدين والاقتصاد. العلميين كانوا حضارة قوية مستقرة موجودين في الجنوب الغربي لإيران. في بقى ثقافة تانية اسمها كورا أراكسيس، دي كانت منتشرة في شمال غرب إيران من 3400 ل 2000 قبل الميلاد. الثقافة دي كانت هي كمان متطورة جدا، وكانوا شاطرين قوي في الزراعة وتربية المواشي بتقنيات متقدمة في وقتهم. تخيل بقى لما شعب بيعرف يحارب يقابل شعب تاني بيعرف يزرع ويقلع، فانت كده بقى عندك شعب متمكس بيعرف يعمل تقريبا كل حاجة. في موقع مهم جدا اسمه تبت أوزباكي، علماء الآثار لقوا فيه مفاجأة. الموقع ده تاريخه بيرجع لحوالي 8000 سنة قبل الميلاد، وحصل فيه تغيير كبير جدا في النص التاني من الألفية التانية قبل الميلاد. الدليل كان ظهور الفخار الرمادي، والفخار ده مش بس مجرد أواني، ده معناه إن الآريين يا باشا حضروا. وده ليه؟ لأنه بيمثل أسلوب جديد في التصنيع وطريقة المعيشة، طريقة صنعه وزخرفته، وحتى الأماكن اللي كان منتشر فيها بتدل على وجود مجموعة سكانية جديدة جابت معاها تقنيات وعادات مختلفة. في حاجة مهمة، قبل ما الآريين يقدروا يوصلوا بشكل كامل لإيران عدوا على محطة كده في آسيا الوسطى، واللي هي مجمع بكتيريا ماريجيانا أو اختصارا BMAC. المنطقة دي كانت بتضم أجزاء من تركمانستان، أوزبكستان، وأفغانستان، ودي كانت عاملة زي نقطة وصل كده بين حضارات ضخمة. بلاد الرافدين من ناحية، وادي السند اللي هو باكستان والهند النهاردة من ناحية، والهضبة الإيرانية من ناحية تانية. اللي حصل هناك كان ليه تأثير جذري وغير مصير إيران بالكامل. الآريين اتأثروا بشكل كبير جدا بالثقافة دي، وخصوصا بطقوس النار المقدسة. والطقوس دي ما كانتش بس فكرة احتفالات، دي كانت جزء أصيل من المعتقدات الدينية بتاعة BMAC، وهتظهر بعد كده بشكل واضح ومحوري في الديانة الزرادشتية، اللي هتكون هي الديانة الرسمية للإمبراطوريات الإيرانية اللي هتيجي بعد كده. وده معناه ان الحضارة الإيرانية اللي هتشوفها بعد كده ما كانتش بس مجرد تطور للحاجات اللي بتحصل من جوه، دي كانت نتاج لحاجات كتيرة جدا ممزوجة ببعض ومعقدة جدا، من اللي ممكن نقول عليهم السكان الأصليين والهجرات اللي وصلت لهم بعد كده. بعد فترة من الاستقرار والتفاعل بين الناس الجداد والناس اللي كانوا موجودين بالفعل، بدأت قبيلة الميديين في الظهور كقوة سياسية منظمة. هيرودوت المؤرخ اليوناني بيقولك إن كان في ملك اسمه دياكو قدر إن هو يوحد القبائل الميدية اللي متفرقة لأول مرة تحت راية واحدة. وبكده الراجل ده أسس أول إمبراطورية إيرانية موحدة في التاريخ. كانت العاصمة بتاعتها اسمها إكباتانا، اللي هي مدينة همدان في إيران دلوقتي. العاصمة دي هيرودوت بيوصفها إنها مدينة أسطورية، قال إنها كانت محاطة بسبع أسوار، كل سور له لون مختلف، واللي في النص كان مطلي كله بالذهب والفضة. بس علماء الآثار بيشككوا في قصة هيرودوت، بيقولك إن هو ممكن يكون خلط ما بين دياكو وابنه أو حفيده فراوريتس، اللي حكم ما بين 675 ل 653 قبل الميلاد. بس الملك اللي جه الجديد وعمل فارق فعلا في تاريخ الميديين كان الملك سياكسارس، أو الحاكم الصالح. سنة 612 قبل الميلاد عمل تحالف تاريخي مع نبوبولاسر ملك بابل، وكان هدفهم إن هو يقضوا على أكبر قوة موجودة في المنطقة، الإمبراطورية الأشورية. حصروا نينوي عاصمة الإمبراطورية الأشورية، والمعركة استمرت لثلاث شهور كاملة من مايو لأغسطس. في النهاية انتهت المعركة بسقوط نينوي، وده كان أنهى إمبراطورية كاملة كانت مسيطرة على المنطقة من أول القوقاز في الشمال لحد مصر في الجنوب. تخيل في خلال 3 سنين بس بعد سقوط نينوي،
الإمبراطورية الأشورية اللي فضلت مسيطرة لقرون طويلة جدا بقوتها وعنفها اختفت تماما من على الخريطة وكأنها لم تكن. وده بيوريك مدى قوة الميديين وتحالفاتهم في الوقت ده. دايما الاكتشافات الأثرية بتغير فكرتنا أو مفهومنا عن التاريخ. من سنة 2022 لسنة 2023 علماء الآثار لقوا مفاجأة كبيرة تانية في شمال تركيا في موقع اسمه أولوز هواك. لقوا هناك فخار بيجعل الميديين ولوح برونزي مكتوب عليه بزخارف وكمان نصل بتاع سهم من البرونز. الأدلة دي كلها بتقول إن الميديين فعلا قدروا يوصلوا للأناضول اللي هو تركيا وسيطروا عليها لمدة 40 سنة، تحديدا ما بين 590 لحد 550 قبل الميلاد. وده اكتشاف مهم جدا لأن كان في شك كبير في مدى الامتداد الفعلي للإمبراطورية الميدية. الملك أستياجس كان آخر ملوك الميديين، ورث إمبراطورية كبيرة قوية جدا من أبوه، وكان متحالف مع قوة كبيرة في المنطقة زي ملك ليديا في الأناضول ونبوخذ نصر ملك بابل. لكن سنة 550 قبل الميلاد بتظهر شخصية هتغير التاريخ كله، كورش الكبير أو كورش الثاني، الملك الفارسي اللي قدر يهزم أستياجس ويسيطر على العاصمة إكباتانا بكل سهولة. وبكده سقطت الإمبراطورية الميدية اللي كانت أول إمبراطورية إيرانية موحدة، وابتدت إمبراطورية جديدة خالص، الإمبراطورية الأخمينية، اللي هتكون واحدة من أعظم إمبراطوريات العالم القديم على الإطلاق. بعد سقوط الميديين ما اختفوش تماما، الفرس كانوا أذكياء وقدروا يعتمدوا على خبراتهم في الإدارة والتنظيم والجيش وخلوهم جزء مهم جدا من الإدارة، لدرجة إن الإغريق نفسهم لما كانوا بيتكلموا عن الأخمينيين كانوا دايما بيقولوا إمبراطورية الميديين والفرس، كورش الثاني أو زي ما هو معروف كورش الكبير. الراجل ده ما كانش مجرد ملك عادي، أسس أول إمبراطورية عالمية بجد. امبراطوريته كانت ضخمة بشكل مش طبيعي، امتدت من منطقة البلقان جنوب شرق أوروبا اللي هي دول مثلا زي اليونان وبلغاريا دلوقتي في الغرب، لحد وادي السند باكستان وأجزاء من الهند دلوقتي في الشرق. تخيل المساحة دي كلها، امبراطورية بتوصل قارات كاملة ببعض. سنة 539 قبل الميلاد كورش عمل حركة ذكية جدا، قدر يدخل مدينة بابل العظيمة من غير أي حرب. عمل حاجة ما كانش حد يتوقعها، براءة اختراع باسمه يا باشا. كتب وثيقة على اسطوانة من الطين اللي هي معروفة باسم اسطوانة كورش. الوثيقة دي كانت مكتوبة بلغة أهل بابل اللي اسمها الأكادية وبخطهم اللي هو الخط المسماري. الاسطوانة دي كانت فيها مبادئ غيرت فكرة الحكم والتعامل مع كل الشعوب. كورش أعلن إلغاء العبودية في كل أنحاء إمبراطوريته، وده طبعا كان بيعتبر خطوة جريئة ومتقدمة جدا. كمان سمح بحرية العبادة وإنه مش هيجبر أي حد على أي دين، وأكد على إن أي حاكم في إمبراطوريته ممنوع إن هو يهين أو يذل الشعب اللي تحته. غير كده كمان رجع الشعوب اللي كانت اتهجرت من أوطانها زي اليهود اللي كانوا منفيين في بابل لبلادهم الأصلية، وسمح لهم إن هم يبنوا معابدهم ويعيشوا حياتهم زي ما كانوا عايشين. عشان كده النتن كان بيغازل في الإيرانيين بس بعد ما قصفهم. بس ما علينا من العالم الوسخة دي. الاسطوانة دي نفسها بقت تتوصف إنها أول إعلان لحقوق الإنسان في التاريخ. مؤرخين كتير كتبوا عن كورش ووصفوه بالحاكم المثالي. كمان في التوراة في سفر اسمه إشعياء دعوه بالمسيح المختار، وده بيبين لك قد إيه إن الراجل ده كان ليه مكانة خاصة واحترام كبير بين شعوب كتير جدا مختلفة. في كلام وجدل كبير جدا بين علماء منهم مسلمين عن مين هو ذو القرنين اللي مذكور في سورة الكهف في القرآن الكريم. منهم مثلا علماء مسلمين زي واحد اسمه أبو الكلام أزاد، ده كان عالم مفكر هندي. واحد تاني اسمه الطبطبائي، ده واحد من مفسرين الشيعة. الناس دي بتقول إن ذو القرنين هو كورش الكبير، وبيستدلوا على كده بكذا نقطة من حياة كورش. بيقول لك كورش كان بيؤمن بإله واحد، وكان معروف إن هو راجل متسامح دينيا وما بيفرضش أي دين على الشعوب اللي بيحكمها. وده بيتفق مع وصف ذو القرنين في القرآن الكريم بأنه شخصية مؤمنة وصالحة. كمان بنى حيطة كبيرة جدا ضد قبائل همجية في آسيا الوسطى. وهنا بقى بيقول لك في أدلة تاريخية بتدعم الفكرة دي، لأن كورش كان عمل حملات عسكرية وبنى شوية تحصينات في المناطق الشمالية الشرقية لإمبراطوريته، تحديدا في آسيا الوسطى. والهدف كان إن هو يحمي شعوبه من هجمات قبائل بدوية اسمهم المساجات. في بعض المفسرين بيشوفوا موضوع التحصينات دي ان هي ما كانتش فكرة حيطة واحدة او جدار واحد ضخم بالمعنى الحرفي،
بس بتشبه فكرة السد المذكور في القرآن الكريم لحماية الناس يعني من يأجوج ومأجوج. إمبراطورية كورش كانت ضخمة جدا، امتدت حملاته العسكرية من شواطئ بحر إيجا في الغرب اللي هو قرب اليونان وتركيا النهاردة لحد وادي السند في الشرق، باكستان وأفغانستان. الامتداد الجغرافي بتاعه ده بيخليه مرشح قوي جدا لوصفه ان هو ممكن يكون ذو القرنين. بس طبعا زي ما انت عارف الحاجات دي كلها حواليها لسه نقاش كبير جدا، ومفيش تأكيد 100% مين هو ذو القرنين بالظبط. في مذيع كده على فكرة بيطلع يفضل يدور يقول لك عايز اسال حضرتك سؤال. ذي القرنين فين؟ بعد كورش العظيم بيجي ملك تاني اسمه داريوس الأول، وبيحكم من سنة 522 لسنة 486 قبل الميلاد. كانت دماغه رايقة ومتكلفة جدا، وقدر يرفع مستوى الإدارة والتنظيم في الإمبراطورية الأخمينية لمرحلة محدش قبله قدر يوصل لها. تحسه كده دايما سابق عصره في التفكير. عرف يقسم الإمبراطورية بتاعته دي ل20 منطقة إدارية كبيرة. كل منطقة سماها سترابي. سترابي دي يعني محافظة كده مثلا. كل واحدة كان ليها حكم ذاتي بس حكم نسبي، يعني كان عندهم شوية حريات ان هم يعملوا شوية حاجات جوه المحافظة، بس كان كله تحت رقابة صارمة جدا من الملك نفسه. كمان عشان يضمن ان الامور مفيش فيها اي عوق ومحدش بيخرج عن السيطرة، عمل نظام مخابرات جبار كان بيسميه ودن الملك وعينيه. النظام ده كان عبارة عن شبكة من المفتشين والعملاء السريين اللي كانوا بيراقبوا كل حاجة بتحصل في كل سترة بيه أو كل محافظة، ويوصلوا التقارير دي على طول للملك نفسه. يعني كان عامل سيرفيلينس قبل أصلا ما يخترعوا الكلمة. داريوس كان عارف ان الامبراطورية الكبيرة فشخ دي محتاجة شبكة مواصلات قوية علشان يقدر يتحكم فيها ويراقبها. فعمل طريق اسمه الطريق الملكي. الطريق ده كان بيروح من مدينة ساردس في تركيا لحد مدينة شوشان في إيران. طوله حوالي 2700 كيلو متر، تخيل. علشان كمان يسرع حركة الرسائل والجيوش عمل نظام محطات على الطريق ده. كل 25 كيلو متر هتلاقي محطة لتبديل الخيول. يعني ساعي البريد أو الجندي اللي معاه رسالة مهمة مثلا كان يوصل لمحطة، يسلم الحصان، واخد حصان كده مستحمي وفريش وواكل يكمل بيه طريقه. بالنظام ده كمان قدروا يعملوا نظام رسائل مذهل جدا اسمه الانجاريوم، واللي كان بيقدر يوصل رسالة مهمة في 7 أيام بس، في وقت كانت فيه الرسائل العادية ممكن تاخد شهور علشان توصل. يعني عمل شبكة الإنترنت بتاعت الزمن ده. كمان عشان يسهل حركة التجارة ويوحد الاقتصاد في الإمبراطورية، داريوس عمل حركة تاريخية: أول عملة ذهبية معيارية في التاريخ، وسماها الدريك. العملة دي كان وزنها ثابت 8.4 جرام ذهب نقي. بسبب جودتها وثقة الناس فيها، الدريك دي بقت هي العملة الدولية للتجارة من اليونان في الغرب ولحد الهند في الشرق. يعني الدريك ده لو كان موجود النهاردة كانت قيمته أعلى سيكة كده من جنيه دهب مثلا. ولما بنوصل على سنة 518 قبل الميلاد، كان داريوس بدأ يبني عاصمة الإمبراطورية الجديدة، مكان اسمه بيرسيبوليس أو تخت جمشيد زي ما بيسموها الفرس. كانت مدينة أسطورية معمولة من بوابة ضخمة اسمها بوابة كل الأمم، موجودة عليها تماثيل لمسول أشورية اللي هي مخلوقات كده موجودة براس إنسان، وتلاقي لها جسم طور أو أسد، وكمان ليها أجنحة. فيها أعمدة طولها 20 متر، كل عمود موجود من فوق تاج كده على شكل راس طور أو حيوان أسطوري. وكمان فيها نقوش منحوتة على الحجر بتصور وفود جايين من 23 شعب مختلف، كل حتة في الإمبراطورية. كل دول جايين علشان يقدموا الهدايا للملك، وكل وفد من الوفود دي جاي بلبسه المميز. المنظر ده بيوريك قد ايه ان الامبراطورية دي كان فيها تنوع كبير جدا وكانت واسعة جدا. العيد ده كان بيتم كل سنة في 21 مارس في مدينة بيرسيبوليس، واللي كانت بتتحول لمسرح كبير جدا في عيد اسمه النوروز او عيد الربيع الفارسي. كل الوفود دي جايه بذهب بقى وعاج خيول حرير، كل واحد جاي بالازياء بتاعته، كلهم علشان يقدموا فروض الطاعة للملك الأخميني. وكمان في الفترة دي اتكون جيش الإمورتلز أو الخالدون، واللي كان عبارة عن جيش نخبة متكون من 10,000 جندي. لو أي جندي فيهم مات في معركة، عاجز أو مرض أو حصل له أي حاجة، بيستبدلوه على طول بجندي تاني في نفس الوقت. علشان كده دايما كان عددهم بيبقى 10,000.
كأنهم جيش مفيش فيه أي موت. الخالدون دول كانوا ضباط مميزين جدا، معاهم رماح ليها مقابض من ذهب، وكمان لما كانوا بيسافروا كان بيبقى معاهم حشيتهم الخاصة، وده بيوريك قد ايه إن الناس دي كانت متدلعة ومستقنيصة على الآخر. كمان كانوا بيشتغلوا الحرس الشخصي بتاع الملك نفسه. من الحاجات اللي ظهرت توريك قد ايه كان في تنوع كبير في فترة حكم الأخمينيين كانت الباكس بيرسيكا او السلام الفارسي. وده ما كانش فكرة ان هو احنا بس هنبطل ان احنا نحارب، لا، فكرة ان ازاي ان احنا نقدر نقبل الناس التانية اللي عايشة معانا في نفس المكان. كل محافظة ليها الحرية ان هي تحافظ على ثقافتها ودينها وعاداتها، ومحدش هيقدر يفرض عليكم اي دين او اي ثقافة حتى لو كانت الثقافة الفارسية. اللغة الرسمية للإدارة وقتها كانت الآرامية، ودي لغة انتشرت في الشرق الأوسط وقتها. ده كان عشان يسهل التواصل بين كل أجزاء الإمبراطورية، بس في نفس الوقت الشعوب المحلية كانت تقدر تتكلم بلغتها عادي جدا من غير أي مشكلة. في ثلاثينات القرن اللي فات كده علماء آثار من جامعة شيكاغو لقوا كنز تاريخي في بيرسيبوليس عبارة عن أكتر من 30 ألف لوح طيني، والألواح دي كلها عبارة عن أرشيف إداري ضخم جدا، بتتكلم عن تفاصيل التفاصيل في حياة الإمبراطورية الأخمينية. رواتب العمال بالتفصيل الممل لكل نوع من أنواع شغلهم، توزيع المؤن والأكل، سجلات موجودة لكل كميات الأكل اللي كانت بتتوزع على الناس، إدارة المخازن، كان في ألواح بتتكلم عن نظام لرعاية الأطفال. وده معناه ان الاخمينيين مش بس عرفوا يحكموا امبراطوريه ضخمه، لا، دول بنوا دوله يا باشا 5 نجوم. اهتموا بالناس، عرفوا ازاي ينظموا شؤون حياتهم لحد ادق التفاصيل. الديانه الزرادشتيه كانت هي الديانه الرسميه للامبراطوريه، واساسها فكره الصراع بين الخير والشر. اهورا مازدا اللي بيمثل الخير والنور وكل حاجه جميله وحلوه، وانجرا ماينيو او اهريمان اللي بيمثل الشر والظلم. والفكره ان الملك بيقدم نفسه على ان هو اللي بيمثل اهورا مازدا على الارض، يعني مش بس حاكم سياسي، لا، ده مسؤول عن تطبيق العداله وان هو يحافظ على النظام اللي بيسموه الاشا. وده خلى حكم الملوك الأخمينيين ليه بعد ديني وأخلاقي في نفس الوقت، وده كمان كان بيساعدهم ويضيف لشرعيتهم وقوة نظامهم وحكمهم. بس طبعا زي اي حاجة حلوة عمرها قصير، الامبراطورية الاخمينية جالها وقت وبدأت تضعف. بس الغريب ان هي ما انهزمتش من الاول بسبب معركة كبيرة مثلا جات لها من بره، لا، الانهيار بدأ من جوه. بعد ما داريوس الأول مات بدأت المشاكل تزيد بين الأمراء على مين اللي يحكم، وده كان طبعا بيضعف الدولة. وكمان كانت عشان الإمبراطورية كبيرة ومصاريفها كتير، الضرايب كانت طول الوقت بتزيد على الشعوب الموجودة فيها، وده كان بيخلي طبعا الناس تعمل إضرابات وكده. ده غير إن النظام الإداري اللي بناه داريوس نفسه بدأ يضعف مع الوقت، غير الملوك الكتير اللي كانوا بيتقتلوا. كل المشاكل دي خلت الإمبراطورية كده تكون قوية ومخرفشة من بره، بس ضعيفة وملهلة جدا من جوه. على سنة 334 بيظهر الإسكندر الأكبر اللي هو كمان عايز يغير التاريخ في العالم، فجاي معاه جيش مش كبير قوي، حوالي 35 ألف جندي، بيعدوا من عند الدردنيل في تركيا وبيبدأوا رحلتهم لقلب الإمبراطورية الفارسية. لما بنوصل لسنة 331 قبل الميلاد، الإسكندر بيكون وصل علشان يخش المعركة الأخيرة، معركة جوجميلة، واللي الفرس كان عددهم فيها أكبر بكتير، بس الإسكندر قدر يضيرهم. داريوس الثالث كان آخر ملوك الأخمانيين بيتهزم، وبكده بينتهي العصر الأخميني العظيم. في شهر مايو سنة 330 قبل الميلاد، الإسكندر دخل العاصمة الأسطورية بيرسيبوليس وخلى جنوده ينهبوا المدينة لمدة أيام. والموضوع ده كان عادي يعني بالنسبة للجيوش اللي بتكسب وقتها، بس اللي حصل بعد كده كان مأساة. في ليلة الإسكندر فيها كان خريان مدريان وسكران طينة أمر الجنود إن هم يحرقوا كل القصور الملكية اللي موجودة في بيرسيبوليس، وده كان عشان ينتقم لحرق الفرس لمعبد الأكروبوليس الموجود في أثينا قبل كده. المؤرخ بلوتراخ بيقول لك ان الاسكندر بعد ما فاق من سكره وندم على اللي عمله وحاول ان هو يطفي النار، بس بعد خراب مالطا كان كل حاجه اصلا اتحرقت، والتحف المعماريه اللي كانت موجوده في المدينه كانت اوريدي اتحولت لدمار. بس الغريبة ان الاسكندر بعد كده ما كملش على نفس خطته دي في التدمير، بالعكس بدأ ان هو يعمل حاجات مختلفة، زي ان هو يدمج الايرانيين في جيشه ويخليهم جزء من القوى الجديدة، ولبس زيهم الزي الفارسي، واستخدم كمان ألقابهم الملكية، وبدأ يشكل إمبراطورية جديدة ضخمة. ده كله طبعا كان بداية عصر جديد خالص اسمه العصر الهلينستي، مرحلة جديدة من تفاعل الحضارات بشكل عمره ما حصل قبل كده. الإسكندر الأكبر قدر ينهي الإمبراطورية الأخمينية، لكن أفكارها فضلت مكملة وألهمت إمبراطوريات بعد كده جت بعدها زي مثلا الروم. وكمان أفكار كورش عن الحرية ألهمت ناس كتير جم من بعده
قاموا بثورات كتير بعد كده. في الحلقة الجاية هنشوف ازاي ان الفرس قدروا يرجعوا مرة تانية للعبة مع امبراطوريات جديدة زي الامبراطوريات الساسانية، واللي فيها حلم الفرس اتولد من جديد وقدروا يواجهوا امبراطوريات كبيرة زي الرومان. لو الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش لايك وشير الفيديو، سبسكرايب في القناة علشان توصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديدة، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.